هنكمل كلامنا دلوقتي عن قصص اتعلمناها من الانبياء والصحابه عن ازاي نبقى احسن نسخه من نفسنا، وده البارت الاخير من رمضان سيريس. وكل سنه وانتم طيبين. ومين المفروض يصالح مين الاول؟ يعني المفروض الراجل اللي يبدا بمصالحه ولا لا؟ خليني احكي لك قصه كده عن اول موقف يزعل في تاريخ البشريه كلها، لما ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا ادم وستنا حواء لا تقربوا هذه الشجره. تخيل ربنا اداهم جنه كبيره مليانه ملذات، بس لما الشيطان وسوس لهم وكلوا من الشجره سيدنا ادم كان مكسوف جدا من ربنا، بس ربنا سبحانه وتعالى لقنه كلمات وخلاه يقول ربنا إن ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهنا نرجع لسؤالنا، يعني ربنا سبحانه وتعالى بعزته وجلاله علم سيدنا آدم إزاي يصالحه، وإنت هنا قاعد تحسبها كرامة ومين المفروض يصالح مين الأول. رجولتك هي حنيتك، وإزاي تعلم أهل بيتك إزاي يلجأوا لك لما يغلطوا مش يخافوا منك. القسوة عمرها ما كانت رجولة، بالعكس دي بتبعدهم عنك. تعمل ايه لو كل اللي حواليك مؤمنين بالباطل وانت لوحدك اللي شايف الحق؟ هل هتدافع عنه ولا هتتخلى عنه؟ سيدنا ابراهيم عليه السلام كان شاب في قومه كلهم بيعبدوا الاصنام، الناس كلها بتسجد للاصنام وبتخاف من اللي يعرضه. سيدنا ابراهيم ما اختارش السهل وفضل يحاور قومه ويحاول يوضح لهم الحقيقه ويوريهم ان العباده الحقيقيه لله وحده. قومه كلهم غضبوا منه وحاولوا يوقفوه لدرجه ان هم حاولوا يحرقوه. سيدنا ابراهيم كان ثابت جدا من غير خوف، امن بالحق وثبت حتى وهم بيحاولوا يتخلصوا منه. الرجوله الحقيقيه مش بس انك تحاول تبقى صح، الرجوله الحقيقيه انك تثبت على موقفك حتى لو ده هيكلفك حياتك. الاهم من الانجازات والرحله صديقك في الرحله، الشخص الصح اللي هيصدقك ويامن ويبقى هيفديك بعينيه لما تتحط في موقف صعب. ده اللي اتعلمناه من صداقه النبي عليه افضل الصلاه والسلام وابو بكر الصديق رضي الله عنه. في الهجره لما المشركين كانوا بيتتبعوا اثار النبي عشان يقضوا عليه، سيدنا ابو بكر الصديق بكى من الخوف، بس مش على نفسه، عشان خايف على صاحبه حبيبه سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وعشان سيدنا محمد يطمنه قال له لا تحزن ان الله معنا. كده تتوثق اعظم صداقه في التاريخ. الرحله صعبه وقاسيه والحياه ما بترحمش، بس الصحبه الحلوه بتهونها. صدقني لو في اختيار محتاج تدعي عشان تتوفق فيه فهو هيبقى اختيارك لاصحابك. مهما شفنا سوء من اخواتنا بيفضل رابطنا الدم وعمرنا ما هنتمنى لهم غير الخير. تعلمنا ده من سيدنا يوسف عليه السلام لما اخواته رموه في البير وهو صغير، وبعد كده قابلهم لما بقى عزيز مصر. ما تكبرش عليهم وذلهم زي ما اذوه وهو صغير، والغريب ان هو اصلا ما عاتبهمش واستكفى ان هو يتعامل معاهم بالحرص في حدود ان هم ما يأذوهوش تاني. سيدنا يوسف بين لنا ان العتاب شيء مش لازم يتعمل، لان اللي بيغلط في حقك عارف ان هو بيعمل ده بكامل وعيه. انت كمان لما تسامحه ده قمه النضج والسلام. بس العتاب مش هيعمل حاجه غير ان هو يحيي الوجع من جديد. في ناس مش بنختارهم وبنتخلق بنبقى نفس الدم، بس الامتياز اللي ربنا بيديهولنا بالاخوات بيخلينا اسعد بني ادمين على وجه الارض، اننا واثقين ان في ظهر وسند لينا في الدنيا لو وقعنا. ده اللي اتعلمناه من سيدنا موسى عليه السلام لما كان بيكلم ربنا وبيقول له اجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري. هو طلب من ربنا انه ياخد سيدنا هارون معاه في الرساله عشان يتسند عليه ويساعده في نشر الرساله. وانتهى الامان لما تلاقي ان الحمل تقيل عليك واول شخص يجي في دماغك هو اخوك. وزي ما الاخوه ميزه ممكن تبقى ابتلاء، اللي يحب حد يفديه بروحه ومش هيتردد ثانيه ان هو يقعد مكانه حتى لو عارف ان في ناس جايه دلوقتي عشان تخلص منه. ده اللي علمه لنا سيدنا علي بن ابي طالب لما قرر ان هو ينام في فراش النبي عليه افضل الصلاه والسلام يوم الهجره، الوقت اللي كل قريش كانت جايه عشان تقضي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام والرساله كلها. سيدنا علي ما قالش انا لسه صغير وعندي حياه كبيره هعيشها، وكان بيحب النبي جدا ومؤمن ان هو النبي انزل رحمه للعالمين، للدرجه اللي خلته يوافق ان هو يحط نفسه مكانه. الحياه كتير بتحطنا في مواقف تختبر بيها مدى حبنا لبعض. يا ترى لو انت مكان سيدنا علي كنت ممكن تتصرف ازاي؟ الراجل الحكيم بيبان حتى لو قدامه اجمل واقوى نساء الارض. سيدنا سليمان لما لاحظ غياب الهدهد ما رجع وقال له ان شاف قوم اسمهم سبأ ليهم ملكه مشهوره بالقوه والذكاء. بلقيس كانت ملكه عندها عرش عظيم وجيش قوي وهبه كبيره بين قومها. سيدنا سليمان لما سمع عنها ما بدأش بالحرب على طول، بدأ برساله قصيره ما فيهاش غير دعوه واضحه للحق. لكن بلقيس ما كانتش ست عاديه، حاولت تختبره بالهدايا بعد ما استشارت الوزراء. بس سيدنا سليمان بحكمته قدر يفهم الموضوع بسرعه، يبين لها ان هو مش مجرد ملك بس عنده حكمه وقوه من الله. خلاها هي بنفسها قالت ربي اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. القوه الحقيقيه مش لازم تبقى بالسيطره، بس في الحكمه اللي هتخلي الناس تشوف الحقيقه بنفسها. مفيش حاجه اسمها مستحيل، رب المعجزات موجود حتى لو قصص المعجزات انت سمعتها وشبعت منها. بس افتكر معايا كده، ربنا بشر سيدنا زكريا بسيدنا يحيى وهو عنده 60 سنه، وسيدنا ابراهيم ربنا بشره بسيدنا اسحاق في الكبر. مفيش حاجه اسمها مستحيل مع ربنا لما بيأذن طلبك هيتحقق بين الكاف والنون. وربنا قال لنا ده في سورة ياسين في قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فبطل تحسبها كتير وما تبطلش دعاء، وصدق إن ربنا عمره ما هيضيعك. صدقني هنا بس هتشوف بعينك المعجزات. كده نكون خلصنا مع بعض رمضان سيريز. انا عبد الرحمن مرجان، وكنا بنتكلم مع بعض عن ازاي نطور من نفسنا من قصص الصحابة والانبياء
كل سنه وانتم طيبين. لو استفدت ولسه عايز تطور من شخصيتك اكتر ما تنساش الفولو والشير، واستنى الفيديوز الجايه هتعجبك.